تعالوا النهارده نتعلم ازاي نعمل اجمل طبق كشري مصري بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ونتعلم اسرار الدقه زي المحلات بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، دقه زي بتاعت بره ودقه مشطشطه ما اقولكوش على جمالها. تعالوا نتعلم مع بعض اسرار البصل الناشف المقرمش زي ما انتوا شايفين كده، ازاي نتعلم ونعمل البصل الناشف ده. تابعي معايا الفيديو، وقبل ما نخش نتفرج على طريقه التحضير ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك، ويلا بينا يا حبايبي ندخل على اجمل طريقه تحضير للكشري المصري. اول حاجه انا معايا نص كيلو مكرونه مشكله، ربع كيلو عدس، ربع كيلو شعريه، وثلاث بصلات مقطعاهم حلقان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اول حاجه انا طبعا مجهزه الميه على النار زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالمكرونه كده في قلب الميه اللي بتغلي. تمام. بعد كده شويه اللي هم دول باين معايا ننزل بيه كده، وهننزل بشويه زيت في قلب الميه. ليه بنزل بالزيت؟ عشان خاطر المكرونه تبقى مفرفره كده، ما تكونش ماسكين في بعض. بعد كده بس هنسيبهم كده يستووا بس كده. بعد كده هنحمر الشعريه، هننزل كده في الشعريه وبعد كده هناخد العدس الجبه هنسلقه، نازل فيه كده على طول في الميه. وكده بعد الشعريه ما اخدت معانا بالجميل زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالميه كده عليه. يلا تعالوا بقى نحضر مع بعض البصل بتاعنا. معايا 3 بصلات حلقان مقطعين بالشكل ده، وهقول لكم ايه هو السر عشان البصل يطلع ناشف. هو ده السر. معايا معلقتين نشا بنزل بيهم كده على البصل زي ما انتم شايفين كده. بغطي البصل بالنشا وبقلب من تحت لفوق عشان خاطر النشا يغطي كل حته في قلب البصل كده. تمام يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، وهو ده السر. وطبعا هنا انا معايا الزيت سخن، متنفعيش تنزلي بالبصل في الزيت بارد، لازم يبقى الزيت سخن زي ما انتم شايفين كده. ده خطوه مهمه قوي عشان خاطر البصل يتني معاكي ناشف ما يبقاش طري. تمام يا حبايبي. طبعا زي ما انتم شايفين كده العدس بتاعنا بيغلي، والصلصه هنا جاهزه، والشعريه بتاعتنا الحلوه خلصت زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكرة لو اتبقى معاكي شوية بصل هيتني ناشف معاكي تاني يوم، وهو ده السر. يا نشا يا تقيل، بس النشا بيبقى احسن، هيطلعوا معاكي بالشكل ده. سامعين الصوت الفرفشة؟ الصراحة تحفة. معانا مكونات الدقة. معايا نص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من مفروم، نص معلقة من الشطة، نص معلقة ملح، معلقة صلصة، وربع كوباية خل. أول حاجة هننزل بقى طبعا مولعة على شوية زيت، شويه زيت صغيرين كده وسايبهم سخنوا شويه. بعد كده هننزل بمعلقه الثوم المفروم اللي معانا. لازم يبقى الزيت سخن. اول حاجه ندي بس للثوم لون ذهبي، ما نخلوش يغمق جامد. دي اول خطوه معانا. نبدا نقلب كده باستمرار عشان الثوم بيحمر معانا بسرعه، وانا مش عايزاه يتحرق، لو اتحرق هيمرر معاكي الدم. وبعد كده معايا كوبايه الخل، هننزل بقى كده، بس قبل ما تنزلي بيها لازم توطي على النار بالشكل ده. وبعد كده الكمون، بعد كده الشطه، اخر حاجه معانا الملح، بعد كده معلقه الصلصه، بعد كده اخر حاجه معانا معلقه الصلصه. ما اقولكوش ريحتها طالعه حلوه قد ايه. شايفين زي بتاعت بره بالظبط. بس كده هي قد ايه سهله، ونطفي عليها على طول. طبعا كده احنا خلصنا الكشري بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. البصل بتاعنا الجميل خلص المقرمش، اول حاجه خلصناها. والشعريه استوت عادي، الشعريه عادي كده طيبين. مكرونه مشكله اتسلقت معانا.
معانا العدس الكبة اتسلق، والصلصة انا كنت مجهزاها من الاول. من شكلها صلصة عادية، عندك صلصة متجمدة في التلاجة، عندك طماطم تسلقيها وتصفيها. بصوا بقى احنا هنا هنحط للصلصة ايه. معايا معلقة سكر، هننزل بقى كده على الصلصة. معايا معلقة ملح، متكتريش في الملح عشان الصلصة بتحرق معانا بسرعة. معايا معلقة ايه كبيرة زيت. تمام. بعد كده بقى هنقلب كل ده ايه في قلب بعض كده في الصلصة. على فكرة شوية السكر اللي انا حطيتهم بتخلي طعم الصلصة مع الكشري مع الدقة تخليه طعمه حكاية. جربي كل الحاجات دي بجد هتدعيلي. طبعا ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا احنا مجهزين الدقة بتاعتنا الجميلة اهي زي بتاعت بره، تخلي الكشري بقى في حتة تانية خالص. بس انا هفضيها قدامكم وشطشطة جوه، ما اقولكوش على ريحتها طالعة حلوة ازاي. شفتوا هي طلعتها سهلة ازاي مش صعبة. بعد كده بقى يا حبايبي انا هنجهز الصينية عشان نفضي كل الحاجات دي مع بعض. يلا بينا بقى نحضر اجمل طبق كشري. اول حاجة نحط المكرونة، وعلى فكرة لو انتوا عايزين تحطوا كل الحاجات دي في صينية واحدة وتقلبوهم كلهم في بعض مفيش أي مشكلة على فكرة. بعد كده هنحط بقى معلقة شعرية كده الأول. كده شوية عدس كبة. طبق كشري من الآخر بجد اللي هياكله هيدعيلي زي ما انتوا شايفين كده. طبق الكشري دلوقتي بره، علبة الكشري بره دلوقتي بقد كده، واكيد مش هتطلع حلوة زي اللي بتاعت البيت، تبقى الحاجة بايتة وكده. شايفين الشكل ده طبق الكشري. بعد كده بقى ناخد شوية صلصة اللي احنا عاملينها نحطها كده فوق الوش. الصلصة دي في ناس بتحبها كتير وفي ناس ما بتحبهاش كتير. الشكل شوية بصل بقى بتاعنا من المقرمش الجميل ده. تمام. بعد كده اخر حاجة معانا ايه الدقة. مينفعش الكشري يا جماعة من غير الدقة دي، بجد لازم تجربي الدقة اللي انا عملتها دي بجد هتدعيلي. شايفين شكلها زي بتاعت بره بالظبط، وانا كمان مش هشطبها للناس اللي بتحب الحاجة الحرارية. شايفين طبق الكشري، شايفين جماله بجد تحفة وما خدش معانا وقت خالص. طبعا كده يا حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو بألف هنا. وما تنسيش طبعا تدعميني باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، ويا رب كل الفيديوهات اللي انا بعملها تعجب حضراتكم.